يا صاحبي، في حكاية كبيرة وملعبكة قوي عن دونالد ترامب وجيفري إبستن. قصة كلها أسرار وفساد كبير. الحكاية دي بدأت في أواخر التمانينات. ترامب وإبستن كانوا صحاب لازقة، بيخرجوا مع بعض يسافروا على طيارة إبستن الخاصة اللي كانوا مسمينها لوليتا إكسبريس. كانوا بيعملوا حفلات في مارالاجو وفنادق تانية زي بلازا هوتيل، وكان في كلام كتير عن وجود بنات صغيرين في الحفلات دي. في 2002 ترامب بنفسه قال عن إبستن إنه راجل زي الفل وبيحب الستات الحلوة، ومعظمهم صغار السن. كلام غريب ومريب قوي. اسم ترامب كان موجود في الكتاب الأسود بتاع إبستن اللي فيه أرقام ناس مهمة كتير. والموضوع مش بس صور وخروجات. في 2016 واحدة اسمها كاتي جونسون رفعت قضية عليهم هما الاتنين، وقالت إن ترامب اعتدى عليها لما كانت عندها 13 سنة في التسعينات، وإن إبستن كان موجود. القضية دي اترفعت، بس بعدها اتقفلت، والضحية اتقال إنها تلقت تهديدات. بعدين إبستن اتمسك وخد صفقة كده اسمها الصفقة الحلوة، وطلع بسرعة. والراجل اللي عمل الصفقة دي اسمه ألكسندر أكوستا. ترامب عينه بعد كده وزير عمل. وكمان المدعي العام اللي ترامب اختاره بيل بار، أبوه كان ليه تاريخ مع إبستن زمان. لما إبستن مات في السجن بطريقة غامضة في 2019، ترامب قال إنه عايز تحقيق كامل، بس في نفس الوقت كان بيلمح على بيل كلينتون. الغريبة إنه كان بينكر علاقته بإبستن رغم إن في صور وفيديوهات بتكذب كلامه ده. الموضوع ده مش سياسي وبس، ده نظام كامل. كتير من المسؤولين الكبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وناس تقيلة في الصناعة والسينما، كلهم أسماء ارتبطت بإبستن. في اعتقاد كبير إنه كان بيجمع عليهم معلومات عشان يبتزهم ويتحكم فيهم. الخلاصة إن الحكومة مش عايزة تطلع أي أوراق عن إبستن. ترامب وعد إنه هيطلع الملفات دي، بس اللي طلع كان متعدل أو مش مهم. وده عشان لو ملف واحد طلع، الدنيا كلها هتقع، لأن الموضوع ده رابط ناس كتير قوي ببعض. في الآخر السؤال مش هل ترامب كان ليه علاقة بإبستن؟ لأ، السؤال هو إلى أي مدى العلاقة دي كانت عميقة، وإلى أي مدى ترامب كان متورط في إجرامه. والحقيقة الكاملة الظاهر إنها عمرها ما هتطلع للعلن.